وصفة النهاردة حلوة جدا وهتعجبكم. معانا فرخة بيضة هنعملها محشية بالرز والكبد والقوانص مع طاجن بطاطس في الفرن. بصوا بقى جميلة جدا، استوت حلوة قوي، وبصوا عاملة ازاي. ان شاء الله هتبقى سهلة وبسيطة وهتعجبكم. يلا بينا نبدأ الفيديو. هنا بقى ايه معانا فرخه بيضه. الفرخه دي بيضه مش بلدي، والوصفه ديت تتعمل بفرخه بيضه وفرخه بلدي عادي، الاتنين عادي يعني يمشوا. دي فرخه 2 كيلو، بتيجي كده بعد تحت الجلد وبتفرغيها بالراحه كده بصوابعك عشان لما تيجي تحشيها تعرفي ايه تحشيها. طبعا الفرخه معانا مغسوله ومحطوطه في المحلول الملح بتاعها. هنا بقى معايا طاسه على النار واحط فيها معلقه سمنه بلدي، ومعايا بصلايه متخرطه. وبعد كده هنزل بيها ايه في السمنه، هشوحها كده كويس لغايه ما احس ان هي ايه تدبل، بس حاجه بسيطه كده مش تتحمر. هكون معايا كبد وقوانص بتاعه الفرخه مقطعاها، وهنزل بيها ايه على البصل. كده شوحت البصل شويه، وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص. نزلت هنا بالقوانص الاول، وبعد كده هنزل بالكبد، هشوحها كده في البصل. وبعد كده هنزل بالبهارات. عندي البهارات ملح وفلفل اسود وحبه من ال7 بهارات، ولو حابه تحطي سنه قرفه برضو عادي. هنا معايا الملح اهوت والفلفل الاسود وحبه من ال7 بهارات ورشه بسيطه من القرفه، وهقلبهم كويس جدا. هبدأ اشوح فيهم كده شويه لغايه ما احس ان القوانص، عشان القوانص طبعا بتاخد وقت شويه. وبعد كده ايه هنزل بالكبد في الاخر عشان الكبد بتستوي بسرعه. انا كنت نزلت بالكبد بس ما ظهرتش في التصوير. بعد كده معايا كوبايه من الرز غسلتها، نص كوبايه من الرز عفوا، ونزلت بيها على الكبد والقوانص. وهبدا ايه اقعد اشوح فيها كده شويه، وهيكون معايا ميه سخنه في الكاتل، وهبدا ايه انزل بكوبايه بس من الميه يا دوبك. بس انا مش عايزاها يستوي سوا كامل، انا عايزاها تتشرب بس الميه. هوطي عليها، اول ما احس ان هو شرب الميه شويه هطفي عليه اهو. هنا بقى كان شرب الميه. هنا بقى كنت سايباه يبرد شويه عشان اقدر امسكه واحشي الفرخه. هنا بقى ايه هبدا احشي تحت الجلد. حاولي مش تضغطيها قوي. هحاول احط هنا في الجناب وفي بطن الفرخه برضو حبه. هنا بقى ايه هوزع كده الايه الرز اهوت، وبعد كده هحط في قلب الفرخه برضو من جوه. مش قادره اوصف لكم الريحه حلوه جدا، ريحتها حلوه قوي. هنا بقى ايه هبدا احط في بطن الفرخه من جوه. في الفرخه بقى من جوه حطي فيها عادي ما تقلقيش، كده كده بيستوي، هو بيبقى مستوي ربع سوا. وبيقعد طبعا الفرخه دي انا هسويها في الفرن، هلفها فويل واحطها في الفرن، فبتاخد لها في الفرن من ساعه لساعه ونص. لو عايزه مستعجله عليها وعندك ضيوف وعايزه تسويها بسرعه، ممكن تنزلي بيها في الحله بميه مغليه وتحطي البهارات بتاعتك عادي جدا والبصل والطماطم، وتسيبيها لمده ربع ساعه، ما تكتريش اكتر من كده. وبعد كده تلفيها في فويل، وبعد كده تنزليها في الفرن، هتستوي معاكي بسرعه. بس انا ما كنتش مستعجله عليها، انا سبتها تستوي براحتها في الفرن. بعد ما حشيتها وخلصتها، هنا بقى معايا صينيه والشبكه بتاعت الفرن تمام، وهحط عليها الفرخه، وهكون معايا ميه مغليه في الكتل. بس الاول هنعمل ايه التتبيله اللي انا هعملها، هدهن بيها الفرخه. معايا هنا معلقتين من الصلصه، عليها حبه من فلفل اسود وملح وحبه زيت صغيرين اهي. يبقى معلقتين من معجون الطماطم وفلفل اسود وملح وحبه من الزيت. هبدا بقى ايه ادهن الفرخه بتاعتي من ورا الاول، من ظهرها كده. المارينيه اللي انا بعمله لها دوت بيخلي طعمها حلو جدا، وبتبقى الفرخه معاكي حمراء. لما بتيجي تحمريها، لما بتشيلي من عليها الفويل وتحمريها، بتبقى مدياكي اللون اللي هو اللون البلح كده، بيبقى حلو قوي اهي. دهنتها كويس من الجناب ومن ورا ومن قدام من عند بطنها اهي بالشكل ده.
هنا بقى كنت مجهزه معايا ميه في الكاتل سخنه عشان هحطها في الصينيه. كده خلصت الفرخه خلاص. هنا بقى ايه، جبت الميه السخنه اللي زي ما قلت لكم، هحطها في الصينيه، وهحط في الصينيه ورق لوري، وهحط حبه ملح صغيرين عشان الفرخه لما تيجي تستوي في الفرن البخار ده بيطلع عليها بيسويها. في نفس الوقت بتبقى الميه فيها ورق لوري بيدي ريحه حلوه للفرخه اهي. هنا بقى ايه، انا ما كانش عندي ورق زبده، انا ببقى احط ورق زبده الاول وبعد كده ورق الفويل. فانا نزلت عشان انتوا عارفين طبعا الورق الفويل على الحاجه على طول بيبقى خطر شويه، بس انا بقى ما كنتش عارفه اعمل ايه فاضطريت ان انا اعملها كده. هتلفيها كويس جدا بالورق الفويل الصينيه. هتكوني مولعه الفرن على درجه حراره 200، وهتحطيها تحت على الفرن على الصاج، وبعد كده بعد نص ساعه بتطلعي بيها ايه على الشبك. هنا بقى معايا هنعمل ايه، كان طاجن بطاطس في الفرن برضو. هنا معايا بطاطس متقطعه حلقات، وبصل متقطع حلقات، وهنا معايا ملح وفلفل اسود والسبع بهارات، وواحده من الماجي او ماجي باودر. هقلبهم كده مع بعض كويس اهوت. الطاجن البطاطس ده كان طعمه حلو جدا، بيبقى جميل في الفرن، انا بحبه في الفرن. ومعايا طماطم ضربتها في الكبه، نص كيلو من الطماطم، ونزلت بيها على البطاطس اهيت، واقلبها مع بعضها كده اهي، واحط عليها كوبايه من الشوربه، وهلفها برضو بورق الفويل وهدخلها في الفرن. وبعد شويه بعد ما بتستوي بروح شايله الورق الفويل وبشغل عليها الشوايه، وحته او معلقه من السمنه البلدي برضو. لو مش حابه حطي حبه من الزيت، بس معلقه السمنه البلدي بتديها طعم حلو اهي. هلفها بقى بورق الفويل واسقيها بس كوبايه الشوربه وهدخلها في الفرن. هنا بقى الفرخه بعد ما استوت وطلعت، بصوا استوت حلو جدا. بعد ما حسيت ان هي استوت شلت الفويل من عليها وشغلت عليها الشوايه، طفيت من تحت وشغلت الشوايه. بصوا بقى هنا كنت بقول لكم شفتوا استوت حلو جدا ازاي. لو حسيتي ان الميه نشفت منك في الصينيه زودي، بصوا حلوه جدا. وهنا بقى كنت عامله رز بسمتي وحطيتها على الرز البسمتي. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو مش تنسوني بالاشتراك واللايك عشان كل فيديو ينزل تشوفوه. باي باي.